خلينا نتكلم بقى في الراجل ده، وارجع تاني واقول لك يا استاذي، مراتك مش مكبرك. انا اسفه، انا اسفه، بس مراتك ما تخافش منك. مش بتخاف منك عشان انت بعبع، لا. مش بتخاف منك عشان مجرد انها تتخيلك يقفلها من مليون راجل. مراتك مش بتحبك زي ما انت بتقول. انت في وهم كبير. انت عيشتها في طاقة رجولة منخفضة، وطاقة رجولتها هي كانت عالية. فجه راجل لا دين لا اخلاق لا ضمير لا رجولة، ذكر يعني، وانتهز هذه الفرصة. فانت بتقول انا مش عايزه اقول لها اعمل ايه. ده اللي بيخليني اقول طاقه الرجوله فيها ضعف. ليه؟ لاني ما ينفعش ان انت تشوف حاجه زي كده تسكت. ليه؟ لاني دمك المفروض غلي اكتر من اللازم. فانت عاقل بس شويتين ثلاثه، والعقل ما ينفعش في الحاجات اللي زي كده. فانت هتاخد موقف مش عادي، هتاخد موقف يلائم اللي حصل. يعني انت مش هينفع تروح تطلقها، عارف ليه؟ عشان ما شفتش عليها حاجه، بس برضو مش هينفع تعديها. فانت هتعمل ايه بقى يا سياده الاستاذ؟ انت هتجيبهم الاتنين من شعرهم. يعني انا عايزاك بقى زي ما انت عملت المره دي كده، انا عايزاك تتقل يومين وتستنى كده لما تشوفها راكبه معاه تاني العربيه، تقوم بقى ايه، واخد لهم هاند بريك كده بعرض الشارع ونازل، تاخدها كده من راسها، تدخلها عربيتك، مش احنا مش عايزين ايه ننشر غسيلنا، وتروح له. وانت عارف بقى هتقول له ايه وهتعمل معاه ايه، وكل بقى الكلام الحلو اللي انت عارفه ده. الدبلوماسيه، وان انا بقى اطلع اتكلم واقول لا ومش هينفع ولازم نتكلم بطريقه ظريفه، لا الكلام ده مش هينفع في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها دي. لان انت للاسف احنا في مجتمع الراجل لما بيمسك بزمام الامور شويه بيشوفوه ان هو مش راجل. فاحنا معلش هننزل بمستوانا شويه وهنبتدي نتعامل مع الموضوع يعني بالطريقه دي. فانت هتمسكه تهينه، بس من قوسين تهينه. انت عارف بقى هتهينه ازاي، هتعمل ايه، هتسوي ايه. ومراتك هتقعد من الشغل. مش تقعدي من الشغل؟ طيب انت طالب. ليه بقى؟ لان انت لازم تاخد موقف حاسم. لو ما كانش الموقف حاسم فانت محتاج ترجع اللي انت فقدته. ايه اللي انت فقدته بقى؟ انت فقدت الوقفه الرجوليه، ان الست دي تتشغل بيك، ان الست دي تحس بطاقه رجوله طالعه منك. فالموقف ده هيرجع السيستم تاني للفاكتوري سيتنجز. خليها بقى كده تاخد ايه نور في وشها ان انت معاكي راجل، بين قوسين يعني ذكر، انت معاكي راجل. فالراجل ده ما تعملش معاه كده. فلازم تهيني التاني قدامها، تمام، عشان هي تشوف ان الشخص اللي هي وهميا مدياله وقت من وقتها وراكبه معاه عربيتها في عدم معرفه زوجها، لما تشوفه وهو عامل زي الفار المبلول هتعرف مين الراجل ومين اللي مش راجل. فدي اول حاجه انت لازم تعملها. لازم الايقونه البيعه دي مش شرف اللي عامل فيها الواد الفت النت، اللي عامل فيها ان هو بقى هيميل ست من جوزها، لازم يتهان قدامها. قبل بقى ما تاخدها من راسها تحطها في العربيه، اهينه قدامها وقول له بقى ايه، من المنقي خيار. ولو شفتك تاني معدي على خيال عدت فيه مراتي، انا هكون دبحك ومحدش هيلوم عليا. وبالنسبه للمدام هتقعد من الشغل، ما ينفعش تروح الشغل تاني. ما ينفعش يعني بعد السين اللي حصل ده ان انتوا التلاتة تتقابلوا مع بعض تاني، صحرا كان او بستان. الهانم بقى لما تقعد من الشغل، تمام، انت طبعا محتاج تداوي نفسك وتداويها. مش تداويها يعني تطبطب عليها، لا، هي كمان اللي عملته ده كان كبير قوي. فهنا بقى بنخش في مرحلة تانية، وهي مرحلة الفض
اللي قدامك رد فعله ايه مع الخيانه دي. ما احنا هنا بقى بعد الايه، بعد اللي حصل ده نبتدي نشوف بقى معدن الست دي ايه. ما انت ممكن تتصدم، ممكن تلاقيها بتقول لك لا انا هتطلق منك واروح اتجوزه. عادي جدا ممكن تحصل، ممكن تقول لك طب انا هتطلق منك ما بحبكش. انا اللي انا عايزه اقوله لك انت تسمع كلام اول مره تسمعه. يعني بعد ما انت تعمل السين الحلو ده هتسمع كلام اول مره تسمعه. اوعى تضعف، اوعى تبكي، اوعى تدافع عن نفسك، ودي نقطه مهمه قوي. اوعى اما هي تلهيك وتقول لك اصل انت في عيد ميلادي ما جبتليش هديه وبلا بلا بلا بلا. في واحده بقى تقول لك ايه، مين قال انه حصل خيانه اصلا؟ ما هو احنا هنا بنتكلم عن واحده خارجه مع واحد من غير اذن جوزها في عربيه، في عربيته الخاصه. دي اسمها خيانه، لو انت مش عارفه دي اسمها خيانه. ولو حصلت معاكي برضو وجوزك عمل كده دي اسمها خيانه. احنا ما عندناش خيار وفقوس. خيانه يعني ايه؟ خيانه يعني انا بعمل حاجه تاثر على علاقتي بالراجل اللي معايا من غير ما اقول له. يعني انا راكبه مع واحد والراجل شاكك فيا بقاله فتره لدرجه ان هو بيدور ورايا وانا بقرطصه وبقول له ان انا في مكان وانا في مكان تاني خالص والهانم راكبه مع العربيه. فما تخشليش واحده بقى ايه تقول لك لا دي مش خيانه، ولو هو كان عمل لو هو مش عمل ما تتفرجيش على الفيديو، لان اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي لقطه ناس كبار. تمام؟ فلو مش هنبقى على مستوى الفيديو فانتي مش هتفهميني. تمام؟ فبعد كده بقى حضرتك لازم تعرف رد فعل الست دي على اللي حصل. يعني هل في ندم؟ هل في اعتراف؟ لازم تاكد عليها حاجتين مهمين. طبعا انت مش تقول لها احنا هنكمل مع بعض، انت هتقول لها دلوقتي في شرخ بيننا حصل ان انت عملتي 1 2 3 من غير ما اعرف، وخرجتي مع الراجل ده من غير ما اعرف، وخاصه ان الراجل ده واحد انا اعرفه، فانت كده بتهزقيني قدامه. فانا عايزه اعرف بقى انت عملتي كده ليه، وعايزه اعرف ايه اللي بينك وبينه. تمام؟ من غير ما تشوف شاتس ومن غير ما تشوف حاجه. كل ده هيتم بالتراضي. طيب اذا احنا مش هنقف على ارض صلبه وهتقولي لي ايه اللي حصل، يبقى معاك احنا مش هينفع نكمل، لان انا دلوقتي ما عنديش امان ليكي. انا حاسس ان انت عادي جدا ممكن تعملي حاجات، الحاجات دي ممكن انا اكونش راضي عنها، ودي اسمها خطوات الشيطان. هي بتهق وبتمق وبتخرج معاه في العربيه، الله اعلم لو الراجل ده ممكن توصله دماغه لفين. وهي كل القرف بدأ منين؟ ما هو بدأ بحاجه زي كده. فاللي هتخش تستهين بالكلام ده يبقى هي مش فاهمه حاجه خالص. فهتنكري يا بنت الحلال، خلاص يبقى روحي